هلو هلو، النهاردة راجعين بوصفة سهلة جدا تكاد تكون عبيطة ولكنها في الجون. وصفة صوص بيج ماك وصوص بيج تيستي. الصوصين دول من خلالهم هنقدر نعمل وجبات ماكدونالدز كلها، ومش هنكمل في المقاطعة دي، هتبقى استغناء. زي ما انتوا شايفين البيج كولا منورة اهي، ولا بقى تقول لي دليفري ب200 جنيه في الساندوتش ولا الكلام ده. يلا نشوف هنعملهم ازاي. واساسا الصوصين يعني هو صوص البيج ماك مشتق منه صوص البيج تيستي، هتعملوه في 5 دقايق. مفيش مكونات اوفر بقى اللي بنسمع عنها اللي هو الليكويد سموك ومش عارف ايه، لا لا لا، مكونات عبيطة جدا وسهلة قوي. هنحطها في الفريزر وفي التلاجة، وفي اي وقت العيال الصغير عايزين دليفري او احنا نفسنا راحت للمطعم اللي ما يتسمى، هنطلع الحاجات دي ونعمل وجبة عادية جدا. اوكي، اول حاجة خيارة مخللة. انا ما كانش عندي خيار مخلل، كمان خللته اللي هو التخليل السريع، والله مش وحش. هبقى اقول لكم الطريقة في فيديو منفصل قصير كده، قطعته صغير. وبعد كده جبت بقى الصوص الاساسي اللي هو البيج ماك. هنبتدي بالبيج ماك. اول حاجة هو المايونيز، 150 جرام بالمايونيز، ومعلقة صغنونة خل، على معلقتين صغيرين سكر. هكتب لكم طبعا كل حاجة في الديسكريبشن بالمكاييل. ومعلقة كبيرة مستردة، انا كنت جايبة المستردة قبل الاحداث فدي مقاطعة، بس والله الماركات المصري حلوة قوي في المايونيز والكاتشب والمستردة والحاجات دي. بس ادي معلقة كبيرة مستردة. وبعد كده جبت الخيار مقطع صغير حوالي معلقة برضو. وهنا بقى التوابل اللي هتخلي البيج ماك صوص هو البيج ماك صوص: بصل باودر، توم باودر، سويت بابريكا، وشوية ملح، وشطة اوبشنال. ولو انتوا بتحبوا طعم الصوص مدخن بدلوا السويت بابريكا بسموكت بابريكا، بس انا مبحبش طعم السموكت فخليته سويت. وبس كده خلاص، خلص كده الاول صوص اللي هو بيج ماك. مجرد ما تقلبوا الصوص كويس، الريحة بتاعت التوابل المستردة والمايونيز والخل هتدركوا ان هو ده فعلا الصوص اللي هم عمالين يضحكوا علينا بيه والبيك ماك والسيكريت صوص. ما فيش سيكريت ولا اي حاجة، ولا ما فيهوش كاتشب خالص يعني من اولها كده. المهم بقى قلبته كويس كده، حسيت ان الخيار المخلل حبة صغيرة، فزودت كمان معلقة كده وقلبتهم. وبس خلاص كده خلص اول صوص اللي هو البيج ماك. بصوا بقى نفس اللون ونفس الريحة والطعم كمان لما تدوقوه هو بالظبط. وممكن تعملوا بيه وجبات البرجر، بيف برجر والتشيكن برجر، هنعمل بيه كل الوجبات اصلا. خلاص كده احنا تمام. ممكن ده بقى نخزنه في حاجة نضيفة في التلاجة لمدة اسبوع. طيب يلا بينا صوص البيك تيستي. هو نفس صوص البيج ماك زي ما انت كده، وحط عليه زبادي يوناني. هو في الوصفة الأصلية كان ساور كريم، بس أنا لقيتها بصراحة غالية أوفر، وأكيد مخزونة في السوبر ماركت بقالها من أيام الهكسوس. فقلت ايه بدال الساور كريم؟ قالك الزبادي اليوناني. طب ما فيش زبادي يوناني، هاتوا زبادي عادي وارموه في الصفاية أو في المصفى شوية يصفي ميته، خلاص بقى زبادي يوناني. طيب هنحط قد ايه؟ نفس كمية المايونيز هتبقى الزبادي اليوناني، وقلبوه. وبس كده خلاص بقى ده صوص البيج ماك هو بالظبط. وبصراحة هو اللي عجبني اكتر من سوري، ده بيج تيستي. عجبني اكتر من البيج ماك، لان طبعا طعم الخل والتوابل اخف شوية. بس كده خلاص، برضو ممكن تخزنوه في التلاجة بس مش كتير، برضو ما يكترش عن اسبوع عشان ده فيه زبادي. وبس خلاص، او ممكن تخزنوا اللي هو البيج ماك، ولو عايزين بيج تيستي تطلعوه وتحطوه تزودوا بس خطوة الزبادي. اهو كده الصوصين بقى جنب بعض، ده فاتح شوية عن ده طبعا، بس هما نفس الصوصين. بعد كده بقى ممكن في الاير فراير الجميلة بتاعتنا نعمل التشيكن برجر. انا جبت بتاع اطياب، والكواليتي بتاعته حلوة قوي، ممكن تنزلوا بالكواليتي كمان عن كده. واللي عنده اير فراير يا جماعة، البخاخة دي حلوة قوي الصراحة، بتعلق بس حلوة يعني. هي انا بغسلها كل ما بحط فيها شوية زيت لنصها، ولما بتخلص بغسلها عشان ما تبص. اهو بختين كده حلوين على كل جانب،
ولما فيش اير فراير عادي في طاسة صغنونة كده بشوية زيت وخلاص شكرا. ولو عايزين تعملوها بيف برجر مش شيكن برجر، بتبدلوا الفراخ ببرجر جاهز برضو. ما تعملوش اكيد لحمة بيور بقى وبتاع، لا اكيد هما بيستخدموا كواليتي اقل من كده بمراحل. هما بيستخدموا يا ربي بتاع فرج الله. فلو انتوا لو لقيتوا برجر فرج الله، لو انتوا بتحبوا البرجر بيف اكتر، يبقى فرج الله برضو، وحطوه في الفريزر عندكم. ونيفر بقى انتوا عايزين دليفري تطلعوه وتقلوه في الاير فراير او في الطاسه وخلاص شكرا. عندكم الصوص في التلاجة وبس خلاص. انا هنا عملتها على درجه حراره متوسطه مش عاليه قوي، وكل شويه كده بقلبها لغايه اما تستوي والتلج بتاعها يفك وتحمر. خدت مني حوالي 8 دقايق في الاير فراير اهو. بص شكلها بقى حلو جدا ومستويه حلو وخفيفه كمان عن الجاهز. ما علينا بقى. ده العيش بتاع بريد واي. هاتوا ممكن العيش بتاع ريتش بيك سوري، او بريد واي حلو برضو. هما مش بيستخدموا بريوش، هما بيستخدموا عيش عادي. وهنا بقى جبت واحد بقى بيج ماك. جبت معلقة صوص قطعتها في العيش، وحط عليها التشيكن برجر او البيف برجر على حسب انتوا عايزين ايه. وطبعا وهي سخنة مولعة كده هحط عليها الخس او الكابوتشا. انا كان عندي كابوتشا هنا مقطعه صغير. زود بقى صوص براحتك، زود جبنة، زود اللي انت عايزه. وفي بالظبط يعني كان في 20 دقيقة ولا حاجة كانت الحاجة جاهزة. وفي الباك جراوند كنت بقلي بطاطس كمان في الاير فراير. البطاطس حلوة اليومين دول، غالية بس الكواليتي بتاعتها حلوة مقرمشة وكل حاجة. وبس خلاص. ادي الخس. تركايه كمان يا جماعة ان الخس بيحطوه على الحاجة وهي سخنة فتحسوه مسلوق شوية. وبصوا كمان بضغط الساندوتش كده، هما تقريبا بيبقوا دايس عليه قطر. حاولوا تضغطوا عليه كده عشان تعيدوا التجربة بالكاملة يعني. وبس خلاص. ده كده الساندوتش اللي هو بتاع بيج ماك. نضرب بقى واحد بيج تيستي على طول. ادي صوص البيج تيستي. نقطع برضو نفس المعلقة بتاعة الصوص، وعليها بقى واحدة برجر برضو فراخ. انا ان شاء الله هعمل لكم برجر الفراخ فروم سكراتش، بس انا قلت عشان انتوا اكيد عايزين حاجه سريعه، انه حاجه تستبدل الدليفري. فده بيستبدل الدليفري ده على طول في نص ساعه تبقوا قاعدين بتاكلوا. وبس كده خلاص. في الباك جراوند طبعا انا بقلي بطاطس قمر محمر لانه حلو اليومين دول قوي. ايوه هو غالي طبعا بس طعمه حلو جدا يعني، مش محتاجين فروزن بوتيتوس. بس كده خلاص. وتركاية تانية كمان، ممكن لو عندكم ميكرويف او تسخنوا السندوتشات دي، بتبقى طعمها الخاص لما بيستوي بيبقى شبه مسلوق كده في السندوتشات بتاعتهم. فدي برضو طعم يقربكم اكتر من الطعم بتاع ماكدونالدز. ظبطوا بقى نفسكم وحطوا شوية صوص بيج تيستي وشوية صوص بيج ماك جنب الساندوتش كده، والبطاطس والكولا كمان. بصوا منورين ازاي. الوصفة الوجبة الواحدة لكم ان تتهيأوا انها قربت على 220 جنيه بالساندوتش الواحد مع شوية بطاطس وكولا. اللي احنا عاملينها دي مع انها من بره معظم الحاجات جاهزة اصلا ما تكلفتش اكتر من 50 جنيه. فانتوا لازم تعتمدوها ان شاء الله وتستبدلوها بالدليفري، وهتجربوها كتير يعني هتعجبكم جدا. وان شاء الله هنزل لكم فيديو منفصل بان ازاي نعمل البرجر الفراخ ده فروم سكراتش لو عايزين تعملوه. لو مستعجلين طبعا هاتوا المتجمد على طول واعملوه. بس كده. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب فيريفايد ريسيبي، وصفة متجربة. واشوفكم في الفيديو الجديد. سلام.